علي البخيتي دهف مع الأحزاب كامل والجماعات داخل اليمن لما دمروا الوطن، والآن انتقل لتدمير الدين. يعني سرق بالله يا حيوري علي البخيتي لما كان مع الأحزاب والجماعات باليمن، وكان يشارك حتى لو بالكلمة وسبب باستباحة دماء اليمنيين، كان مش عارف، وبعدين بالأخير عرف إنه حرام وانتقل له لهولندا مدري لا بريطانيا، ورجع بعدين يحارب الدين. هو هذه طبيعة علي البخيتي الفعلية يا حيوري. ما نجري ليش تلمع علي البخيتي بالغصب. هذه هي طبيعته والله، هذه هي طبيعة علي البخيتي. انه ما تفرقش معه البشرية، والله ما تفرق. لا تصدق انه يجي يخرج لحن البشرية من ظلم التطرف الاسلامي الى دكان التنوير. مقابش حملة تسمي دكان اللي عندكم، ها؟ معكم دين. وانت تجي تلمع لي علي البخيتي، والله هذه طبيعته. لكن هو تطور، ليش؟ لان الغرب عرفوا، قالوا هذا انتقل من حزب لا حزب، يعني بخلال سنتين انتقل ل7 احزاب، بس هذا اللي بينفعنا، جيبوا له هنا، هذا اللي بيعرف يلعب، تعال. وطوروا من تدمير الوطن الى تدمير الدين، فهو الحين جالس يستخدم هذه اللعبه بس. وانت مقعن انت وغيرك اللي يجي يسوق جنبه باللايف فرحين به، الله علي البخيتي والداهيه طوح طوح، لانك مقعن ما تشغلوش. انا اعتقد ان علي الحجوري سبب تحوله الفكري لهذا الشيء، مش علي البخيتي، السبب الذي نشأ معاهم في الدين. انا شفت له مره قبل سنوات مقابله او مقطع فيديو يقول انه كانوا يلعبوا علي وخلوني اكون كذا، يعني امام واكون متشدد واكون من هم هذول، يعني شو نعرف من هم، والله نروح نعاقبهم. فبعدين عرفت الحقيقة وعرفت كيف تدار الحياة وكيف تعاش الحياة، وانعزلت تماما عنهم من كنت يعني أقضي معظم أوقاتي معاهم. إذا المشكلة بهم الجماعة هذه الذين يعني نشأت معاهم، فلا تقشر من اللوم كله على الدين وعلى الإسلام والتطرف السياسي الإسلامي والتطرف الإسلامي والتطرف الدكان التنوير. معك غاز داخل الدكان، شغلوا يا حجورين.